سهله، لعيبه مهمين، لعيبه محترمين. احنا ممكن نكون في ماتش الذهاب ما قدرناش المنافس اللي قدامنا كويس، ما سمعناش الكلام ان الفرقه اللي قدامنا بتتطور وبتتحسن. الراجل هناك لعب على فكره واحده ان هو يدافع ويرجع على تفتيح اللعب ويلعب على الهجمه المرتده، وارد ان الكلام ده يحصل لنا مره ثانيه. الموضوع عايز هدوء، تعويض الهدف رقم واحد. اللعيبه الموجودين، الامكانيات اللي موجوده في منتخب مصر مع جهاز فني محترم يقدر يأهل اللعيبه في خلال 48 ساعه نفسيا ومعنويا ان انت ان شاء الله في برج العرب نقدر نعدي المرحله دي عشان نخش مرحله المجموعات. انا قلت في بدايه الكلام ان المباراه سهله، ومش هقول انا بكرر الكلام تاني. المباراه احنا اللي بنسهلها واحنا اللي بنصعب المباراه كلاعب منتخب مصر. التشكيل اللي موجود اتمنى التوفيق ان شاء الله للجهاز الفني مستر كوبر، التشكيل يكون المناسب ان شاء الله للمباراه، واتمنى التوفيق للعيبه ويبقوا عارفين ان المباراه 90 دقيقه. خلصنا الشوط الاولاني خسرانين 1-0، بعد 72 ساعه بتلعب المباراه الثانيه في ملعبنا بجماهير حدود 20 أو 25,000 متفرج في ملعب برج العرب. ان شاء الله قادرين باذن الله ان احنا نكسب مكسب مريح، ولكن مش عايزين تهاون، لان ممكن وارد جدا في مباراه فرقه تشاد تلعب بنفس الاسلوب بنفس الاداء، عندهم عنصر القوه لكن عندهم اخطاء نقدر نستغلها. احنا كان في لعيبه مش موفقين الماتش اللي فات، اتمنى ان شاء الله ان كل اللعيبه يكون موفق الماتش اللي جاي ويكون في حالته النفسيه والذهنيه والبدنيه، وان يقدر يكمل الفرص اللي هتجيلنا ان شاء الله الاساسيه. لكن المهم برضه لما نخش دوري المجموعات هتلاعب مستويات اعلى، هتلاعب فرق اقوى، لازم نكون احنا عندنا شخصيه، لازم كل لاعبنا عندهم شخصيه في الملعب سواء في المباريات اللي هنا في مصر او المباريات اللي بره. البطل بعد كده لما تخش دوري المجموعات مش هتقدر تعوضه.